السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ اتمنى دايما تكونوا بخير. صباح الخير عليكم او مساء النور حسب التوقيت اللي بتسمع فيه الفيديو. دلوقتي النهارده جايب شرح جديد، وناس سألتني عنه، وطبعا ماشيين في نفس السلسلة اللي احنا ماشيين فيها، وهي سلسلة البايثون، وازاي تعمل سكريبتات، وازاي تبقى محترف في مجال الويب سكرابنج. تمام. بداية كده، قبل أي حاجة، لو أنت مش مشترك في القناة ما تنساش تعمل اشتراك. القناة قدامك اهيت. احنا بقالنا سنتين تقريبا ولسه 10,000 بس مشترك، وأنا تقريبا بنزل لكم حاجات يعني ما حدش بينزلها خالص، وحاجات كده يعني بص لقطة ما تتعوضش. تمام. فأنت لو مش مشترك مش هتخسر حاجة لما تدوس على زرار الاشتراك، مش هتنقص حاجة يعني. وما تنساش لايك وكومنت على الفيديو. خلينا نبدأ الشرح ده. انا هوريك ازاي مثلا بيعملوا السكريبتات بتاع اللي هي بتبعت رسائل كتير على الرقم بتاعك مثلا، او على اي رقم انت عايزه. آه ازاي تعمل الحركة ديت، او ازاي بيعملوا سكريبت للحاجة ديت. انا هنا هشرح لك فكرة، والفكرة ديت هعمل لك برضو سكريبت، وهوريك ازاي تقدر تنفذ الحوار ده. تمام. وطبعا انا مش مسؤول في اي حد يستخدم الحاجة ديت في حاجة ضارة يعني. حلو. اول حاجه مثلا جيت انا فاتح موقع عادي. الموقع ده وانا بعمل تسجيل دخول فيه مثلا، يعني مثلا موقع زي 2 بي ايجيبت مثلا، يعني 2 بي اسمه 2 بي دوت كوم. 2 بي دوت كوم ده، الموقع ده مثلا كنت انا بعمل عليه حاجه مثلا اهوت، وانا شغال عليه وبقى عايز اعمل عليه حساب. يعني بص انا بوريك، انا مثلا انا لحد دلوقتي انا مش عارف ان انا هعمل حاجه زي كده. فانا دخلت هنا عملت انشاء حساب، وليكن مثلا ده موقع، يعني انا ممكن تعمل اي موقع. هاجي هنا مثلا هدخل اي اسم، وليكن ادخل الاسم ده، وهبتدي ادخل اي بريد الكتروني. ممكن مثلا ادخل بريد الكتروني بتاعي عادي اهو. تمام. هنا هيبتدي يقول لي دخل رقم الهاتف، فانا في الحاله ديت هدخل رقم موبايلي عشان اشوف. انا بسجل عادي اكني بسجل عادي اهوت، مفيش اي مشكله. هنا بيقول لي عايز كلمه سر كبيره، قلت له اي كلمه سر. وهنا نفس الحوار. وبعد كده هبتدي ادوس انشاء حساب، بس قبل ما ادوس انشاء حساب هفتح الانسبكت عشان ابتدي اشوف هل في حاجه اقدر استغلها في الموقع ده ولا لا. تمام. فخلينا ندوس كده انشاء حساب ونشوف اللي هيحصل. زي ما انت شايف كده، هنا بيقول لك عشان حمايه بياناتك الشخصيه، مش عارف شويه حاجات كده ملناش دعوه بيها. وزي ما انت سامع كده موبايلي جات له رساله. طب هل انا مثلا اقدر ابعت الرساله دي كذا مره على نفس الرقم؟ بص كده، لو خدت بالك هنا هتلاقي ان هنا مكتوب 42 41، لازم تستنى ال 40 ثانيه. طب انا عايز اعرف مثلا هو انا فعلا لازم استنى ال 40 ثانيه؟ مش شرط. ال 40 ديت ممكن تكون بتعد هنا في الصفحه بس. تمام. انما السكريبت تقدر، الريكوست نفسه تقدر تنفذه اكتر من مره. فانا عايز اعرف فين الريكوست اللي هو بعت لي الرساله ده. خليه مثلا ايه، ابحث الريكوستات كده، اخش على البايلود اشوف انهي ريكوست اللي فيه الحساب بتاعي. ماشي. زي ما انت شايف هنا كده، ده الريكوست اللي فيه الداتا بتاعتي. وطبعا زي ما متفقين وعارفين مع بعضينا، واللي متابع السلسله من اول فيديو هيعرف اللي احنا بنخش على موقع سي ار ال وبنحط كده عشان يدينا الكود جاهز. تمام. طبعا انا مش بتعبك وانا بفهمك الكود ده عباره عن ايه، بس مش بتعبك وبخليك انت تكتب الكود كامل. انا ممكن اكتب الكود كامل كله قدامك دلوقتي عادي، مفيش مشكله. تمام. زي ما انت شايف هنا في كوكيز كتيره جدا، خلينا نقفل الكوكيز ديت مش فارقه معايا دلوقتي، وخليني اشيل طبعا الزيادات ديت مش محتاجها، واقفل الهيدرز عشان الكود بتاعي يبقى صغير. خليه مثلا هنا كده اشوف الريسبونس بيقول لي ايه. تمام. هنا كده انا هبع على الريسبونس واشوف هو بيقول لي ايه. ممكن ارجع للموقع تاني واشوف هنا الريسبونس بيقول ايه. تمام. هنا قال لك ان ايرور زيرو، مفيش ايرور. اكزيست زيرو، اكزيست ديت هل الاكونت ده موجود ولا لا. تمام. اس ام اس سند تو، هنا بيقول لك ان في رساله اتبعتت. خلينا اجرب كده ان انا انفذ الريكوست ده كده تاني، واشوف هيجي لي نفس كل حاجه ولا لا. زي ما انت شايف كده هنا قال لك الاكزيست زيرو برضو، وجاب لك صفحه HTML، وبعد كده جاب لك هنا ان الاس ام اس اتبعتت. تمام. نفس الرساله اللي هي هنا ديت.
وزي ما انت سمعت الموبايل بعت لي رساله. طب تعالى ننفذ الريكوست تاني كده. زي ما انت شايف كده اهو. تمام. وصلت الرساله. هو هنا قال لي بليز هولد 1 مينيت، بيقول لك انتظر دقيقه وبعدين جرب تاني. طب نجرب تاني كده. قال لك برضو انتظر دقيقه. بص 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 كده. سامع الرساله بتتبعت كده. انا بعت 3 مرات. شغل تاني كده. بص زي ما انت شايف بعت الرساله الرابعه. فده كده معناه ان ايه؟ ان كده تقدر تستغل النقطه دي. طب بقى انا هنا بقى انا هعمل السكريبت ازاي؟ بدايه كده قبل ما اخش واعمل السكريبت، في حاجات هنا ممكن تكون متغيره. يعني مثلا ممكن في حاجات من هنا، طبعا انا مجربتش، بس الحاجات ديت ممكن تكون متغيره. يعني ممكن بعد فتره تلاقي السكريبت مش شغال معاك. ليه؟ لان الحاجات ديت لازم بتبقى مؤقته وبتتغير في الكوكيز، سواء كان في الكوكيز بقى في المتغيرات اللي هنا. انا ما بصيتش عليها بصراحه لسه. فتمام. فانا هنا مش بشرح بقى ازاي تعمل ريكوست كامل، لا انا بشرح فكره. انا بديك فكره عموما. هتيجي طبعا هنا كده تقول له دخل لي مثلا وليكن متغير عدد المرات. يبقى مثلا خلينا نقول ايه، آه، نم آه، مثلا نمبر عدد المرات مثلا، ونقول له انبوت، ونقول مثلا ايه عدد المرات. مثلا ادخل عدد المرات. نمبر اوف، ركز انجليزي. اكتب مثلا نمبر اوف ريبيت. خليها مثلا خليها كده، مش لازم نكملها يعني اهو. المفروض نمبر اوف ريبيتيشن، بس مش لازم نكملها. وهنا النمبر حتى كتبها غلط. معلش مش مفوق اصلا خالص. تمام. ده كده عدد مرات التكرار. طب انا عدد مرات التكرار ده معناه ان انا عايز ابعت كام رساله. تمام. طب في نفس الوقت هبعت لرقم مين؟ فمثلا هنا خلي ديت مثلا ريب، وديت نم. تمام. ده نمبر مثلا هنا اهو. ماشي. طبعا انت ممكن تغير تكتب زي ما انت عايز. هنا هاجي كده في النم ده، في الرقم ده هاجي احطه هنا. تمام. ده رقم التليفون اللي هيتحط. وعدد التكرار دي اعملها ازاي؟ باجي هنا كده عند الريسبونس واقول له فور اي مثلا، او اي متغير. لو انت مش هتستخدم المتغير ده ممكن تعمل علامه اندر سكول. ده كده معناه ده متغير، بس ايه يعني مش حرف من الحروف، يعني حاجه مش هستخدمها من الاخر. تمام. ممكن تحط اي حرف، اي ار اي حاجه ما تكونش متكرره يعني. تمام. فاخليها كده اندر سكول واقول له ان ريسبونس. معلش ان هيمشي فور لوب على ايه؟ على على الريبيتيشن ديت. ان رينج وريبيتيشن. كده انا بقول له ايه؟ اعمل لي فور لوب تمشي على تمشي على العدد اللي انا دخلته هنا ده. العدد ده هنا بيقول هنا في مشكله تقريبا، بيقول لك ان ايه؟ ان ديت سترينج. ممكن نحولها لايه؟ لانت. تمام. طبعا هنا انت منك خدت كلام، فهو اعتبر ان انت خدته كلام محطوط ما بين سترينج، محطوط كأنه كلام عادي مش ارقام. هنا كتبت انت عشان ايه؟ يعتبرها ان هو رقم، واروح جاي حاطط ايه؟ الاتنين دولت هنا كده. تعال نجرب نرن كده ونشوف هل في مشكله هتظهر معانا ولا لا. هنا بيقول لك عدد المرات. هقول له مثلا ابعت لي 5 رسائل. الرقم اكتب رقم مثلا اهو، وادوس انتر ونشوف اللي هيحصل مع بعض. ادي اول مره. تمام. ادي تاني مره. ادي تالت مره. ادي رابع مره. ادي خامس مره. اسمع التليفون شوف هيعمل كام مره. ادي الرابعه. تقريبا عمل 4 ولا عمل 5، مركزتش. عيد الفيديو لو انت عايز تركز. ممكن نكرر تاني اهوت. اقول له مثلا ابعت لي 3 مرات وركز معايا. تمام. ادي اول مره. تاني مره. تالت مره. شوف الرساله تيجي كام. ادي 1. ادي 2. ادي 3. تمام.
طبعا بقى تقدر تبعت بقى مثلا 10 براحتك، 20 براحتك برضه زي ما انت عاوز. تمام. انا كده شرحت الفكره. عموما بقى مثلا الحاجات ديت اتكلمت عنها قبل كده في فيديوهات قديمه، لو انت شفت الفيديوهات هتعرف تطلع ديت متغير، تخليها متغير، يعني بمعنى ان البتاع ده يفضل شغال معاك على طول ما يوقفش. تمام. هنا طبعا الداتا ديت فيها رقم التليفون، وفيها الفيرست نيم، اسمك الاول، واسم الحاجات اللي احنا سجلناها على الموقع. بس يعني بص الفكره سهله سهله خالص اهي، سكريبت بسيط وصغير جدا اهو. تمام. وفكرته سهله، وناس كتير قوي مش عارفه تعمله. يعني هي بص الفكره عباره عن ايه، انا كنت بسجل في موقع، وجت في دماغي فكره حاجه تانية خالص. يعني انا وانت شغال كده على موقع، بتجرب موقع ولا بتعمل فيه حاجه، ممكن تلاقي فيه اكتر من حاجه تقدر تعملها يعني، بس انت لازم تكون مشغل دماغك. تمام. كده انا خلصت شرح. اتمنى يكون عجبتكم الفكره، ولو انتوا عايزين فيديوهات زي كده على طول، ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناه عشان استمر وانزل لكم حاجات جامده جدا بعد كده. تمام. عايزين نكبر القناه، ما تنساش السبسكرايب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.